ليش دائما المحتوى التافه ببرنامج كواي والتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، المحتوى التافه دائما باش؟ إذا ترقص، إذا تذب نفسك بالطين، مع احترامي السيد علي والسعلوسة والشيفان والهذا يونس حسين ما أعرف شو اسمه، مع احترامي الكل تافه. اللي عنده محتوى لا ينشر. هاي الناس تدور تفاهات، كل صراحة تدور شي تافه تضحك الناس عليك، يلا يطش المحتوى. هاي أمانة يعني، إذا ما محتواك تافه لا تنشر، ابقى باوع، لأن الناس تدور الأشخاص تضحك عليهم وينجمعون اللي يضحكون عليهم والتافهين مثلهم والسذج وغيرهم من التفاهات بكل مواقع التواصل الاجتماعي. إذا ترقص، إذا تذب نفسك بالطين، إذا تكبس طرشي، أنت ناجح. إذا تاخذ من المحلات تشحت، يعني هذا المحتويات الجاية أشوفها طاشة بالتيك توك وبمواقع التواصل الاجتماعي. شنو السبب؟ لأن احنا ناس تافهين وما ندعم المحتوى الجيد، ندعم محتويات هابطة تصل للدول على أن عراقيين، يعني مثل شيفان. أنا ما أريد أتنمر، جريمة صعدة لايكيا، جريمة صعدة تخلي دولة تشوف شيفاني مثل العراق أو أبو الطرشي خالد ما أعرف شو اسمه ولاده، أو سيد علي. شنو ذولا وجهه حتى خليهم وجهه مواقع التواصل الاجتماعي للعراق. العراق العظيم اللي بيه شباب مثقفة، اللي سن القانون، يمثله سيد علي وشيفان وسعلوسة. ذولا احنا من نطششهم راح يشوفونهم الخليج، لبنان، سوريا. لا حد يزعل من عندي يعني. أنا من صعد السعلوسة وسيد علي وشيفان. شنو اللي راح يقدمونه للعراق؟ راح ينقلون الثقافة العراقية للدول العربية؟ وعيون الماطور سيد علي، ذولا عار على البلد. ما أقول مع احترامي للهم، بس ذولا فضحانة بين العربان مثل ما يقول المثل. وللأسف آلاف التافهين مثلهم هم يطششون حساباتهم. ورسالتي الشكوى واحد تافه مهما صعد محتواك الحساب راح يوقف، ترجع للصفر. لاقيك بالشارع نضحك عليك، أطفالك باسر يقولوا لهم هذا ابن المضحكة. أتمنى تغيرون من محتواكم هذا التافه، يا شيفان، يا سيد علي، يا يونس، يا إلى آخره. ما أريد أذكرهم وأطششهم باللايف، يعني ذولا جريمة تذكرهم بمقطع فيديو مو باللايف.